ضحايا السيلفي. تحولت صور السيلفي أو اللقطات الذاتية إلى ظاهرة واسعة الانتشار، بل تطور الأمر لتفتح باب التحدي في التقاط صور سيلفي هددت حياة أصحابها وأودت بحياة البعض. فالبعض يريد أن يصور نفسه على قمة ناطحة سحاب أو على جسر مرتفع، بينما يلتقط آخرون صوراً لأنفسهم مع حيوانات مفترسة، في حين صور آخرون أنفسهم أثناء قيادة السيارة. صحيفة ديلي ميرور البريطانية قالت إن فتاة روسية تدعى آنا توفيت بعد سقوطها من جسر في موسكو عندما كانت تحاول التقاط صورة سيلفي في عيد ميلادها. وفي حادثة مأساوية أخرى قتلت فتاة تدعى كول تيمورينو عن عمر 26 عاماً أثناء قيادتها للسيارة مع صديقتها. وتوفيت طالبة تمريض بولندية بعمر 23 عاماً بعدما سقطت أثناء محاولتها التقاط صورة سيلفي من جسر بيونتي دي تريانا في جنوب أسبانيا. وفي عام 2014 قتل شاب مكسيكي يدعى أوسكار نفسه ببندقيته محشوة بالخطأ بينما كان يستخدمها كعصا سيلفي. وفي أغسطس 2014 قتل زوجان بولنديان بعدما سقطا في وادي كاب وداروكا في البرتغال إثر التقاطهما صورة سيلفي على طرف الوادي. وفي حادثة أخرى فقدت فتاة روسية 17 عاماً تدعى زينيا إيغانتيفا توازنها على جسر بارتفاع 28 قدم وسقطت على سلك كهربائي تسبب لها بصدمة كهربائية.